أكتر حاجة بتبوظ أي علاقة إن طرف واحد يشوف نفسه هو المقياس الوحيد للمسؤولية وينسى إن هو كمان مش كامل. في شخص اتجوز بنت من عيلة محترمة عارفين الأصول، بس هي بقى من بنات الجيل الجديد متعودة على الأكل السريع ومش بتطبخ. بعد أسبوع زواج الشاب ده دخل عليها وقال لها أنا عازم أصحابي السبعة هيتغدوا عندنا وجايب لك ذبيحة انت بقى اللي تعملي لنا الأكل. البنت اتصدمت، ازاي اعمل اكل ل7؟ دي كميه كبيره جدا بالنسبه لها. هو زعل وبدل ما يفكر معاها ويساعدها قال لها طب البسي وخدها على بيت ابوها. قال له ازاي تجوزني بنتك وهي ما تعرفش تعمل عزومه؟ الاب الراجل الاصيل قال له يا ابني طب سيبها عندنا شهر واحنا هنعلمها كل حاجه. وفعلا البنت قعدت عند بيت ابوها شهر كامل، يوميا بتتعلم ازاي بتطبخ وتنظف وتعمل عزومات كبيره. بعد شهر جه الزوج بقى عشان ياخد مراته. الأب قال له تعالى بقى اتغدى معانا وشوف مراتك هتعمل عزومة ل10 أفراد لوحدها. الشاب فرح وقعد عشان يستنى الأكل. فجأة الأب دخل ومعاه خروف صاحي قدامه. قال للشاب يلا بقى يا بطل اذبح لنا الخروف ده وقطعه عشان مراتك تطبخه لنا. الشاب اتوتر وقال أنا عمري ما ذبحت ولا بعرف أعمل كده. الأب رد بكل بساطة وقال له زي ما هي اتعلمت تكون زوجة مسؤولة انت كمان محتاج تتعلم عشان تبقى زوج مسؤول. المقصود من الموضوع الجواز مش ان طرف يشيل والتاني يتفرج، المسؤولية مشاركة. لو كل واحد بص للناقص عند التاني عمر البيوت ما هتتبني. قول لي في الكومنت ايه اكتر موقف حسيته ان في حد بيطلب منكم حاجة هو مش بيعملها. اللي عايز اقوله في نهاية الحلقة ان الزواج تعاون، مش واحد بيحاول يطلع أخطاء الآخر. وكان معكم خالد زكي وده بودكاست اسمع مني. سلام.